السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نقوم بالاشتغال على امتحان جهوي موحد تجريبي في مادة الاجتماعيات للسنة الثالثة الإعدادي. بالنسبة للموضوع الأول، الاشتغال على وثائق في مادة الجغرافيا. الوثيقة رقم 1: تطور الناتج الداخلي الخام بنيجيريا $1,000,000. الناتج الداخلي الخام في سنة 2000 وصل إلى $69,000,000، في سنة 2005 $175,000,000، في سنة 2010 $361,000,000، في سنة 2015 $486,000,000، ثم في سنة 2020 وصل إلى $432,000,000. الوثيقة رقم 2: تمتاز نيجيريا بغناها بالثروات الطبيعية وبقطاعها الزراعي القوي، وتستخرج عددا كبيرا من المعادن مثل القصدير والحديد والرصاص والزنك، وتمتلك ثامن أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم، وتاسع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، حيث يبلغ احتياطي النفط الخام لديها 37 مليار برميل، واحتياطي الغاز الطبيعي حوالي 5.2 تريليونات متر مكعب. ورغم إنتاجها الكبير من النفط الخام، فإن صناعة تكرير النفط في نيجيريا ضعيفة جدا، حيث تستورد معظم احتياجاتها من النفط المكرر، وتعاني مشكلات في إنتاج الطاقة، حيث تشهد انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي. كما تتمتع نيجيريا بإمكانيات زراعية كبيرة بفضل صلاحية قسم كبير من أراضيها للزراعة وطبيعتها الجغرافية وطبيعة مناخها. يعاني هذا البلد الإفريقي من عدم كفاية النظام الصحي، ويعد متوسط العمر في نيجيريا أقل من العديد من الدول. السؤال الأول: حول معطيات الجدول إلى مبيان مناسب. بالنسبة لجدول تطور الناتج الداخلي الخام بنيجيريا $1,000,000، يمكننا تحويله إلى نوعين من المبيانات. يمكن تحويله إلى مبيان بالمنحنى، وكذلك إلى مبيان بالأعمدة. بالنسبة للمبيان بالمنحنى، يجب أولا أن نعرف كيف سنحصل على المقياس، والمقياس نحصل عليه عن طريق أخذ أعلى قيمة في الجدول وهي 486، ثم نقوم بقسمة هذا العدد على طول محور الأراتيب الذي اخترناه. فمثلا إذا قمنا برسم محور الأراتيب طوله 5 سنتيمتر، سنقوم بهذه العملية. 486 مقسومة على 5 تعطينا 97.2. بما أن هذا الرقم عشري، سنقوم بتقريبه إلى رقم صحيح وهو 100. فنقول أن المقياس المناسب هو 1 سنتيمتر يساوي $100,000,000. أما إذا قمنا ب اختيار رقم آخر، يعني محور الأراتيب يكون طويلا نوعا ما، مثلا طوله 10 سنتيمتر، سنقوم بهذه العملية. 486 مقسومة على 10 تعطينا 48.6. هي كذلك سنقوم بتحويله إلى رقم صحيح القريب إليها هو رقم 50، فيكون المقياس كالآتي: 1 سنتيمتر يساوي $50,000,000. إذن التلميذ يمكن له أن يختار نوعين من المقياس، فسواء 1 سنتيمتر يساوي $100,000,000 أو 1 سنتيمتر يساوي $50,000,000. فنقوم برسم محور الأراتيب، ونقوم بوضع التدريجات من 0 إلى 500، ثم نقوم برسم محور الأفاصيل ونكتب السنوات. بعد ذلك نقوم بتمثيل النقط ووصلها بخط، ثم نقوم بكتابة العنوان والمقياس. ونفس هذا الجدول يمكننا تحويله كذلك إلى مبيان بالأعمدة، ولكن الفرق سيكون هو في محور الأفاصيل الذي سيكون طويلا نوعا ما، نظرا لأننا سنقوم برسم 5 أعمدة. إذا بالتالي سنحتاج إلى مساحة أكبر مقارنة مع رسم مبيان بالمنحنى، ونقوم بنفس الطريقة برسم الأشرطة أو الأعمدة، ثم بعد ذلك نقوم بتلوينها بلون واحد، بما أننا سوف نقوم بتمثيل معطى خاص بدولة
وهي دولة نيجيريا. بعد ذلك نقوم بكتابة العنوان وكذلك المقياس. بالنسبة للسؤال الثاني، صف تطور الناتج الداخلي بنيجيريا. بالنسبة للناتج الداخلي بنيجيريا، نلاحظ أن الناتج الداخلي الخام بنيجيريا سنة 2000 كان منخفضا، ثم ارتفع تدريجيا بشكل ملحوظ، إلا أنه انخفض قليلا سنة 2020 حيث وصل إلى 432 مليون دولار مقارنة مع سنة 2015 التي وصل فيها إلى 486 مليون دولار. بالنسبة للسؤال الثالث، استخرج من الوثيقة رقم 2 مقومات الغنى الطبيعي بنيجيريا. توفر نيجيريا على معادن كثيرة كالقصدير والحديد والرصاص والزنك، كما تمتلك ثامن أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم، وتاسع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، حيث يبلغ احتياطي النفط الخام لديها 37 مليار برميل، واحتياطي الغاز الطبيعي حوالي 5.2 تريليون متر مكعب. السؤال الرابع، استخرج من الوثيقة رقم 2 العوامل المفسرة للإمكانيات الزراعية الكبيرة بنيجيريا. تتمثل العوامل المفسرة للإمكانيات الزراعية الكبيرة بنيجيريا في صلاحية قسم كبير من أراضيها الزراعية وطبيعتها الجغرافية وطبيعة مناخها. أما بالنسبة لآخر سؤال وهو السؤال الخامس، اكتب فقرة مركزة في حدود 5 أسطر تتحدث فيها عن تحديات الاقتصاد النيجيري انطلاقا من الوثيقة رقم 2 ومكتسباتك. تتمثل التحديات التي تواجه الاقتصاد النيجيري في ضعف صناعة تكرير البترول، حيث تستورد نيجيريا معظم حاجيتها من النفط المكرر، كما تعاني من ضعف إنتاج الطاقة، حيث تشهد انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، كما أن البلاد تعاني من عدم كفاية النظام الصحي بسبب نقص الخدمات الطبية، وتعاني أيضا من ضعف أمد الحياة، حيث أن متوسط العمر بها أقل من العديد من الدول، إضافة لارتفاع نسبة الفقر والأمية والبطالة وانخفاض الدخل الفردي ومؤشر التنمية البشرية. تعريف وأسئلة موضوعية في مادة التربية على المواطنة. السؤال الأول، عرف ما يلي: التراث، البيئة، حوار بين الأديان، ثم قيم المواطنة. التراث مخلفات الأجيال السابقة في الميادين الفكرية والأدبية والتاريخية والأثرية والمعمارية. البيئة المحيط الذي نعيش فيه، ويتكون من الهواء والماء والتربة والكائنات الحية إضافة للإنسان ومنجزاته. الحوار بين الأديان، تلك اللقاءات الحوارية والتواصلية التي تلتقي فيها إرادة أهل الأديان السماوية من أجل العمل على أن يسود الأمن والسلم في العالم. قيم المواطنة، معان ومفاهيم تقوم عليها المواطنة النشيطة باعتبارها سلوكات وأفعال تعكس الوعي بالحق والواجب كالعدل والمساواة. السؤال الثاني، صل بسهم بين معطيات الخانة رقم 1 بما يناسبها في الخانة رقم 2. الخانة رقم 1، الجملة الأولى: من بين أنواع التراث المغربي. الجملة المناسبة لها في الخانة رقم 2: الوثائق والمخطوطات والعادات. الجملة الثانية: من بين آليات انخراط المغرب في تشجيع الحوار ما بين الأديان. الجملة المناسبة هي حرف د: احتضان وتنظيم ندوات ومؤتمرات وملتقيات دولية. الجملة الثالثة: من بين آليات السلم التي نهجها المغرب لاستكمال وحدته الترابية. الجواب حرف باء: إجراء مفاوضات وتوقيع اتفاقيات مع الدول الاستعمارية. وبالنسبة لآخر جملة: من بين أهداف الإعلام في النهوض بقيم المواطنة. الجواب حرف ألف: المساهمة في التوعية والتفاعل المشترك في الأفكار بين الجماعات والأفراد. السؤال الثالث: في إطار النهوض بقيم المواطنة داخل حيك، بادرت بكتابة مذكرة لعرض بعض المقترحات على الجهات المعنية: عمالة، جماعة. حدد العناصر الشكلية التي ينبغي مراعاتها عند كتابة هذه المذكرة. إذا لكتابة مذكرة إعلامية يجب اتباع هذه الخطوات الآتية أو هذه المكونات: التحية،
يعني بسم الله الرحمن الرحيم. المرسل أي كتابة اسم الشخص الذي قام بكتابة هذه الرسالة. المرسل إليه يعني الجهة المعنية. تاريخ كتابة المذكرة مرفقة باسم المدينة. تحديد الموضوع. الاستهلال هي عبارة سلام تام بوجود مولانا الإمام. ثم كتابة نص المذكرة. بعد ذلك نقوم بكتابة كلمة الشكر، وأخيرا التوقيع. موضوع مقالي في مادة التاريخ. خضع المغرب بموجب معاهدة فاس سنة 1912 لنظام الحماية الذي واجهه المغاربة بأشكال متعددة من المقاومة، انتهت بحصوله على الاستقلال والشروع في بناء الدولة المغربية الحديثة. اكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه ما يلي: مظاهر تطور الحركة الوطنية ما بين 1934 و 1944، عوامل انتقال الحركة الوطنية إلى الكفاح المسلح سنة 1953، ثم مرحلة بناء الدولة المغربية الحديثة ما بين 1956 و 1961 في مجال إرساء البناء الديمقراطي. المقدمة: خضع المغرب بموجب معاهدة فاس سنة 1912 لنظام الحماية الذي واجهه المغاربة بأشكال متعددة من المقاومة، انتهت بحصوله على الاستقلال والشروع في بناء الدولة المغربية الحديثة. فما مظاهر تطور الحركة الوطنية ما بين 1934 و 1944؟ وما هي عوامل انتقال الحركة الوطنية إلى الكفاح المسلح سنة 1953؟ ما مميزات مرحلة بناء الدولة المغربية الحديثة ما بين 1956 و 1961 في مجال إرساء البناء الديمقراطي؟ العرض: طالبت الحركة الوطنية السلطات الاستعمارية سنة 1934 بمجموعة من الإصلاحات كإلغاء كل التشريعات والمؤسسات منذ إعلان الحماية، وكذلك التسوية في الضرائب بين الفلاحين المغاربة والمستعمرين، إضافة إلى السماح للأفراد بإنشاء مدارس حرة. لكن رفضت هذه المطالب، فتحولت الحركة الوطنية من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال، حيث قدم حزب الاستقلال يوم 11 يناير 1944 عريضة المطالبة بالاستقلال، وقد ردت السلطات الاستعمارية بشكل عنيف، حيث شمل أغلب الموقعين عليها إما السجن أو النفي. كان الخطاب طنجة سنة 1947 دورا في إبراز السلطان محمد بن يوسف للمقاومة السياسية وارتباط العرش بالشعب، مما أدى بالمستعمر لنفيه إلى مدغشقر في 20 غشت 1953 وتعيين محمد بن عرفة مكانه. فانطلقت المقاومة المسلحة والعمليات الفدائية وتأسيس جيش التحرير، فاستهدفت المقاومة المصالح الاستعمارية والمتعاملين معها، كمحاولة اغتيال الشهيد علال بن عبد الله لمحمد بن عرفة سنة 1953. فاضطرت فرنسا إلى السماح بعودة محمد الخامس من المنفى سنة 1955 وإلغاء معاهدة الحماية يوم 2 مارس 1956 بموجب اتفاقية مغربية فرنسية بإكس ليبان. تم الشروع مباشرة بعد الاستقلال في بناء الدولة المغربية الحديثة، حيث امتدت المرحلة الأولى من 1956 إلى 1961 في عهد الملك محمد الخامس، وشهدت هذه المرحلة عدة إجراءات. ففي الميدان السياسي تم تكوين أول حكومة مغربية، وفي الميدان الإداري تم تقسيم البلاد إلى عمالات وأقاليم وجهات. أما في الميدان القضائي فقد تم إلغاء المحاكم المخزنية وخلق محاكم حديثة وتوحيد النظام القضائي. إضافة إلى ذلك تم في الميدان العسكري تكوين القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني. أما في الميدان التشريعي فقد تم إصدار عدة قوانين كمدونة الأحوال الشخصية وقانون الشغل وقانون الحريات العامة، ثم القانون الجنائي. وأخيرا في الميدان الاقتصادي تم تأميم بنك المغرب وإصدار عملة جديدة الدرهم وإنشاء وزارة الاقتصاد والمالية. الخاتمة: لقد أفلح المغرب في تحقيق استقلاله بفضل التلاحم المتين بين العرش والشعب، وقام بمجهودات جبارة لبناء أسس دولة مغربية عصرية وحداثية منذ تحقيق الاستقلال.